بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا اخواتي في اول فيديو لينا على قناتنا، واول فيديو لينا هيكون على قناتنا على انواع الشوط في لعبة بيس. انواع الشوط في لعبة بيس يا لعيبة، عندك الشوطة القوية اللي هي الشوطة البنفسجية، والشوطة العادية، وعندك الار2 وشوطة الضفدع او هي اللوب. نعلمها لكم كلها النهاردة في فيديو النهاردة في لعبة بيس. انتظروا مني فيديو قريبا على المهارات في لعبة بيس. اول شوطة معانا هي الشوطة الار2. الار2 مثلا انت بتكون يا لعيب على المحواف كده، بتنزل الشوطة لتحت كده، وادي ار2 عايز تعمله بقى بشكل احترافي وتتقن الار2. لازم لاعب يكون عندك الانحناء بتاعه يكون عالي، يعني مثلا بك هتعمل الار2 يا جماعة ليه اسرار، وفي بيفوزك في بعض الماتشات، وبالذات لو عندك لعيبة بليدز كيرل. بس انا ما بعترفش باللعيبة البليدز كيرل على اكمل وجه. يعني ولا مثلا يا لعيبة احنا عندنا هازارد بيلف ار2 بشكل جميل جدا وبيحطها بطريقة رائعة جدا. شوط الار2 يا لعيبة هوريها لكم كمان مرة. بلاعب لازم يكون عنده الانحناء بتاعه عالي، يعني انت بتشوط الكرة لتحت، يوجه زر الباور لتحت كده يا لعيبة. تاني شوطة معانا بقى يا لعيبة وهي الشوطة العادية. الشوطة العادية دي انا بعترف بيها اكتر من الشوطة البنفسجية، ان هي بتخلص لي ماتشات اكتر من الشوطة البنفسجية. تعال اما نشوفوها. الشوطة العادية يا رجالة انك بتضغط على الزر كده في النص، لسه يا رجالة هي كده بتوجه السهم نحو الجون في اي زاوية انت عايزها، وتضغط عن الشوطة في النص. هي كده يعني ولا مثلا عندنا هازارد الشوطة كده في النص. الشوطة دي بتروح مظبوطة عن الشوطة البنفسجية. عندنا مثلا اهوت جوارديولا بتروح مظبوطة في الجون عن الشوطة البنفسجية. يعني مثلا شو مثلا سواريز بحبها قوي عن الشوطة البنفسجية. ثاني شوطة معانا بقى يا لعيبة وهي قصدي الثالث، اسف بعتذر، يعني الثالثة الشوطة الثالثة وهي الشوطة الصاروخية او البنفسجية. شوطة انا ما بعترفش بيها كتير قوي يا لعيبة، ولا بلعب بيها قد كده اساسا، وهي انك بتسحب الشوطة من على يا اما يمين يا اما شمال، وتوجه السحب من ناحية الجهة. هي بتكون شوطة جامدة وكل حاجة، بس لو اللاعب عنده شوطة صعبة بتخرج بره. مثلا بعترف بالشوطة التانية، يعني مثلا كورة هي الشوطة الرابعة بقى معانا هي شوطة الضفدع او الشوطة اللوب. الشوطة اللوب ديت يا جماعة هي بتكون فوائدها كبيرة جو لما يكون الحارس متقدم مثلا، مثلا عندك الحارس متقدم اللوب دي بتكون جميلة جدا جدا. انت بص انا لعيب، انت لما بتشوط اللوب ما بترتفعش ارتفاع عالي، انت عايز بقى ترتفع ارتفاع عالي. مثلا اهو سواريز هو اللي هيرفع ارتفاع عالي، عنده المهارة اللي هي مثلا شوط اللوب اللي هي تحكم التسديدات، هي اسمها المهارة كده. لكن لو اللاعب ما عندوش المهارة ديت، مثلا عندك بيكهام ما بيعرفش يشوط لوب كده، يعني هتنزل الباور لتحت وبعدها تشوط لوب. اللوبة ديت بتشوط الشوطة لفوق، الباور لتحت شوط لوب. ديت شوطة جميلة جدا جدا.